كل التانية بتقول ايه؟ يا رب، يا الله. يعني بيتكلم مين؟ تروح مطرح ما تروح بقى، تطلع مطرح ما تطلع. ما ينفعش تقول يا الله بس، لا ما يصحش كده. مالناش حاجه في الاستقيات جمله كده تبقى مش عارف هو بيتكلم على مين، على الاب ولا الابن ولا الروح القدس، لكن نبقى عارف ان ما عندناش مره بنخاطب الله ونقول له يا الله وبس، او يا رب ويعني ايه وانتوا خدوها بقى اتصرفوا فيها فوق. تسيبها لي عايمه كده وما تبقاش محدد، لا الكلام ده ما ياكلش معانا. كل صلوه بنحدد فيها احنا بنصلي لمين، لانه اله فيهم، وصباح الفل والدنيا جميله يا جماعه. عشان كده الكنيسه علمتنا ان القداس الباسيلي بنكلم الله الاب ومش بننسى الاقدمين التانيين. يعني عايز اقول لك احنا عندنا 3 آلهة لا مؤاخذه، يعني عايز اقول لك كده. تمام، اهلا بيكم. لكن نبقى عارف ان ما عندناش مره بنخاطب الله ونقول له يا الله وبس. الله اللي ملوش ملاء، اللي هو ايه، نقول الله كده وبس، لا ما ينفعش، لازم نحدد احنا عايزين انه الله في الثلاثه. نيجي في وقت ما نقول نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس. نسجد لك ايها المسيح مع ابيك، بسم الله ما شاء الله. يعني انت بتسجد للمسيح مع ابوه الاثنين؟ طب ما انت كده مشرك يا فندم. لكن نبقى عارف ان ما عندناش مره بنخاطب الله ونقول له يا الله وبس، او يا رب ويعني ايه وانتوا خدوها بقى اتصرفوا فيها فوق. اللي عايز ياخد حاجه ياخدها، اللي عايز يعمل لي حاجه يعملها. ما ينفعش اللي عايز حاجه ياخدها وبتاع، لا لازم تحدد من تحت، انما تطلع تبعتها الدعوه للآلهة فوق وما تبقاش متحدده، لا. وترجعوا تقولوا احنا بنعبد اله واحد.